لو انت صنايعي او شغال حر وملكش دخل ثابت، خليك معايا في الفيديو ده علشان هقولك ازاي تاخد 4500 جنيه برقم بطاقتك فقط. الموضوع باختصار ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد العمال. المنحة دي قيمتها 1500 جنيه لكل شهر، وهتتصرف لمدة 3 شهور، يعني الإجمالي حوالي 4500 جنيه. وعشان تسجل وتضمن حقك الموضوع بسيط جدا، هتدخل على موقع وزارة العمل وتختار خدمات المواطنين، وبعدين تدوس على العمالة غير المنتظمة وتعمل تسجيل جديد، وده في حالة لو انت ما عندكش حساب، وبتكتب بياناتك ورقمك القومي وتحدد مهنتك اللي في البطاقة. بس خلي بالك في شروط. أول حاجة لازم تكون مصري وعندك من 20 ل 60 سنة، ومهنتك مكتوبة في البطاقة وما عندكش سجل تجاري ولا دخل ثابت. تقدر تصرف الفلوس دي بكل بساطة من مكاتب البريد ببطاقة الرقم القومي، أو من خلال المحافظ الإلكترونية وشركات الاتصالات. الحق سجل دلوقتي وتأكد من بياناتك، علشان المنحة دي معمولة علشان تساعد الناس الشقيانة في الظروف دي وتخفف عنهم الحمل وضغوطات الحياة. يلا شاركونا في التعليقات وقولوا لنا صرفتوا المنحة ولا لا، ولو تعرفوا شغال يومية منشن ليه علشان يستفيد هو كمان.